بتحبيه في الوقت ده هتبتدي تنزلي بفلفل، بس انا ما حطيتش فلفل. هنقلبهم كلهم تقلبتين مع بعض لحد ما الاقي البصل انه دبل، خلاص البصل دبل. هبتدي انزل بيه ميه. ليه الميه؟ علشان بتديني لون حلو قوي في الوقت دوت، وعلشان تخلي الفراخ تستوي كويس. انا هنا طبعا خدت منهم جزء، لان انا جوزي ما كانش عايز ياكل من اللي انا هعمله يعني، فهو كان عايز شاورما فراخ بس. تمام. انا بقى حطيت ايه، بطاطس مقطعاها مكعبات صغيره جدا، قلبتها تقريبا بحيث ان هي تاخد من طعم الفراخ، وحطيت معلقه دقيق فقط، معلقه دقيق واحده بس. اديتهم تقريبا مع بعض، وحطيت في حدود نص كوبايه ميه في الوقت ده، من نص كوبايه لكوبايه. قلبيهم مع بعض وغطيهم لحد ما تحس ان خلاص البطاطس استوت. كده كده اساسا احنا كنا مسويين الفراخ، وكل ما الفراخ تزيد سوا اكتر كل ما بتبقى حلوه اكتر. يعني هي اساسا استوت، وهسويها تاني مع البطاطس. اول ما احس ان خلاص كده هي استوت، يبقى كده الوجبه دي جاهزه معايا. انا بحبها جدا وبحب طعمها جدا. الصلصه بقى انا اديتها تسخينتين كده او غلوتين لحد ما حسيت ان هي سخنت خالص. بعد كده نزلت بالمكرونه، قلبتهم مع بعض، وكان احلى